نجيب باشا. بس ايه لسر جمرة سر فيسبوكي ويوتيوبي بكتب ان انا الفيديو از تيك توك يزيكي نعبم نهائيا او مشرف تاني الفيديو. مساء الخير لكل الأخوة والأخوات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أعتقد أن الصوت جيد، الصوت والصورة جيد ممتاز. طبعا الإضاءة شوي خفيفة بس ما في مشكلة. يعني بدنا نحكي شوي اليوم على غزة، شو اللي عم بيصير فيها، وهذا الحكي حكيناه كتير سابقا. بس خلينا صورة واضحة. طبعا هاي الخريطة، على الخريطة واضح منطقة غزة، وبدنا نحكي هون على أسفل المنطقة تماما، هون على الحدود المصرية. هون شو عم بيصير، شو الهدف من هاي المنطقة كلياتها. واليوم كان في تقسيم نفوذ ما بين الأمريكان والإسرائيليين. هلا بدي أحط هاي تبين فوق هاي. لا مو هاي الخريطة، ثواني بدنا نرجع. هاي هون. طبعا هاي المنطقة نفس الخريطة اللي عرضتها الآن. شايفين هنا بالخريطة مكتوب تحت غزة، وهذا الشايف المربع المثلث البرتقالي، المثلث البرتقالي اكتشفوا قبل تقريبا ما يقارب 8 سنوات عن طريق الأقمار الصناعية حقول هائلة جدا تضاهي الحقول اللي موجودة في الخليج العربي، قبالة السواحل القطرية وقبالة السواحل الإيرانية. طبعا في الحقل المشترك اللي موجود وحكيت لكم عن قصته بكثير من المناسبات، اللي هو مشترك ما بين إيران وما بين قطر. طبعا هذا الطموح كان دائما. بدنا نرجع شوي لورا عشان أشرح لكم على الخريطة مرة ثانية. هلا عم نروح نحن لوين؟ على قطر. هاي قطر، وهنا الحقول تبع الغاز بالضبط بهاي المنطقة اللي بتشترك فيها بالمياه الإقليمية تبعها إيران وقطر. خلوني أعمل تبديل مشان أبين أنا كمان عليكم. مشان لما أحكي كمان أبين أنا. هلا هيك صرت صورتي كمان مبينة بنفس الوقت بالخريطة. طبعا الخطة اللي كانت من 2006 إنه أنابيب الغاز تنطلق من هون وتروح عبر المملكة العربية السعودية إلى الأردن، ومنها إلى سوريا، من ثم إلى تركيا، ومن تركيا إلى أوروبا. طبعا في عدة خرائط لهذا الموضوع. هذا المشروع طبعا بدي أحط الخريطة فوق هاي الخريطة حتى
تبين معاكم. بينت الآن الخريطة هاي اللي كانت من إيران على أساس كمان تركيا، فكان في مشروعين: المشروع التركي الإيراني اللي كانت تحلم فيه سابقا إيران، ووقع قبل عامين تقريبا على هذا المشروع الرئيس الإيراني السابق اللي فطس وأردوغان، وكانت اتفاقية من 20 نقطة وقتها: سكك حديد وكابلات انترنت وخطوط غاز وكلياته، وعلى أساس في أوروبا. دقيقة، هلا الصدى راح، هلا الصدى راح، يمكن الصدى من هون. يمكن هلا الصدى راح، تمام. فهذا كان المشروع اللي بتحلم فيه تركيا وإيران. نرجع لهاي الخريطة اللي هي غزة. طبعا بعد ما اكتشفوا الغاز في غزة، بدأ المشروع على الاستيلاء على ميناء غزة. بدأ المشروع على الاستيلاء على ميناء غزة. ومشان تفهموا انه يوميا بيطرح حضرة نيتنياهو بيطرح انه، وترامب طبعا بيحلم بغزة وبده يعملها منطقة سياحية، وبده يعمل هو، لا حقيقة الأمر ما بده يعملها لا منطقة سياحية ولا من يحزنون. المسألة كلياتها، المسألة حقول الغاز هاي اللي موجودة. الحقول الغاز هاي اللي قبالة السواحل، في نفسها أيضا قبالة السواحل السورية، خصوصا منطقة طرطوس. هلا هون بالأقمار الصناعية تطلع عندنا طرطوس اوتوماتيكيا هلا عم بتقرب قبالة السواحل. طبعا هاي جزيرة أرواد، هاي هون جزيرة أرواد. قبال السواحل هون كمان في كميات هائلة من الغاز. طبعا هون من مصلحة روسيا كانت ما تستثمر الغاز اللي موجود في الساحل. ليش؟ لأن عندهم الخط اللي كان يمتد، من روسيا إلى أوروبا، اللي هو نورد ستريم 1 نورد ستريم 2. هلا بطلعوه مشان تفهموا العملية كلياتها. هلا هاي الخريطة، لا هاي الخريطة الثانية. هاي طبعا قطر اللي حكينا عنها. قطر بطريقة تانية طبعا بيمتد وبيروح من المملكة العربية السعودية إلى الأردن، ومنها إلى تركيا، ومن تركيا يطلع لفوق باتجاه أوروبا. ومن نفس المكان أيضا في طريق الإيراني اللي وقع عليه كمان وقتها أردوغان، اللي بيطلع من إيران إلى تركيا، وشايفينه أنتم بالأخضر الحشيشي نوعا ما، أو الأخضر الفاتح. وفي طريق التنمية اللي هو من العراق بالأساس، بس المشروع كان إيش؟ كمان بيجي من إيران على ميناء البصرة، ومنه يروح على سوريا، ومن سوريا يروح على طرطوس. هذا الخط الآخر اللي كانت إيران تحلم أنه تعمله. إيران كانت تحلم أنه تشتغل هذا الخط سابقا كمان. هلأ كل شيء صار في سوريا لمنع هاي الخطوط. كل شيء صار في سوريا. طبعا هلا ما هو بالضرورة يجي واحد ويقول لي انه والله انه امريكا ليش موجودة؟ ما عملوا خطوط طاقة. موجود امريكا هو بالاساس شو كان هو منع هاي الخطوط اللي موجودة وانها تصير. ووجود الروس في الساحل ايضا لمنع الخطوط ابدا اللي قادمة
من الخليج وغيرها إلى الساحل السوري كمان. فهذا وجود الاثنين الأمريكان والروس في سوريا هو لصالح الدولتين، لذلك هم متوافقين على كل شيء. هلأ في التقسيمة الجديدة مثل ما قلنا لكم أنه استثمار الغاز اللي موجود في الساحل هو من حصة الروس. أولا روسيا بدها تأخذ ديونها من حقبة الاتحاد السوفيتي على حافظ الأسد، والديون اللي حصلت أيضا بتمويلها لبشار الأسد بالحرب اللي حصلت في سوريا خلال 14 سنة اللي فاتت كلها من هذا الغاز الروسي، وبالإضافة إلى امتيازات روسية موجودة في الساحل. طبعا هون التقسيمة واضحة، غزة للأمريكان كغاز هون، وسوريا يكون لروسيا، سوريا يكون لروسيا، وهي التقسيمة اللي حاصلة الآن. طيب هلأ شو بالنسبة لأوكرانيا؟ كثير من الناس عم تسألني سؤال، وأنا فسرت هذا بمناسبات عديدة جدا بأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الصراع الروسي الأوكراني الآن، ما هو من مصلحتها نهائيا. ليش؟ لأنه أوكرانيا أساسا ما بتهم الولايات المتحدة، بيهمها أمر واحد. شو هو الأمر هذا؟ بيهمها فقط المعادن، بيهمها فقط المعادن. حصلت على اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية، فليش بدها تنهي الحرب اللي موجودة؟ لا، تبتز فيها أوروبا. يعني رجعت الولايات المتحدة الأمريكية طبقت كمان نفس الشيء، نظرية العدو المفيد على روسيا كما استخدمتها ضد إيران. يعني ضل تبتز أوروبا لسنوات قادمة جدا. هلا بدي أسأل السؤال، وأنا طبعا حاكي عن المواضيع هاي كلها، بس أنا بدي أسترجع للذاكرة للناس كلها، لأنه بلشت هلا من جديد بدها تطلع كل الخطط والمشاريع هاي. مين له مصلحة؟ وأنا تحدثت عن هذا الحديث، متابعيني القدماء رح يعرفوا هاي. مين له مصلحة بتدمير خطوط نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2؟ مين اللي استفاد؟ الولايات المتحدة الأمريكية اللي باعت لأوروبا الغاز كل هالسنوات هاي كلياتها، ووقعت معها اتفاقية رح تمدها بالغاز لكم سنة تانية؟ لكم سنة تانية؟ 3 سنوات ثانية، يعني 4 سنوات تقريبا. الأمريكان أكثر الناس المستفيدين، وهن اللي راحوا فجروا خطوط الغاز اللي كانت تمتد من القطب الشمالي لحتى توصل لألمانيا. الآن العملية ستكون كالآتي. دقيقة. طبعا العملية كلياتها هي عبارة عن الغاز اللي موجود في غزة قبالة السواحل. هذا الغاز يحتاج إلى 3 سنوات للاستثمار فيه، فبدأ الإسراع الآن بإفراغ غزة من سكانها. وشايفين انتم العملية اللي حصلت، طبعا كان في اكتظاظ سكاني كبير بالنسبة للغزة الفترة اللي فاتت، فكانت العملية تحتاج إلى هذا الوقت حقيقة. يعني ما هو بالسهولة انك تفضي غزة كلها من الناس اللي فيها يعني وكل المجازر هاي كلياتها لو كان بشكل سريع كان الدنيا كلياتها انقلبت على رأس إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. بس احنا شو عم نشوف هلا كل الحديث اللي داير بالنسبة لترامب هو حلمه بأنه إيش؟ يسيطر على غزة. واليوم كان
في اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تقسيم قطاع غزة ما بيناتهم. البحر سيكون للولايات المتحدة الأمريكية، وبلشت ببناء الموانئ، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية الإسرائيليين راح يأخذون الأرض الباقية كلياتها. فسيتم الآن شفنا 300 ألف إنسان يتوجه نحو الحدود المصرية تقريبا. طبعا بنشوف نحن الكل بيتحدث عن ماذا؟ أنه مصر رافضة بأي شكل من الأشكال أنه بتدخل الناس من قطاع غزة إلى مصر، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأنه الخطة كلياتها أنه أهل غزة يدخلون إلى الحدود. راح أشوفكم إياه. الحدود المصرية الليبية، هلا عم تشوفوها على الخريطة عم تنتقل أوتوماتيكيا. هذا الخط الأصفر هو الحدود، هاي الحدود الليبية. هاي المنطقة اسمها منخفض قنطارة اللي شايفينه بالسهم، هذا اسمه منخفض قنطارة. هذا المشروع اليهود وعدوا مصر بأنه يفتحوا قناة من البحر المتوسط إلى هاي البقعة أو الانخفاض هذا كلياته. هاي الانخفاض بده يسوون فيه هون بحر، ويجوا يسكنوا الغزاويين من جهة ليبيا. الخط الأصفر هذا شايفينه، الخطة هون، هذا الخط الأصفر. طبعا هاي المنطقة صحراوية كتير، لكن إذا تم ملء هاي بالماء البحر المتوسط، وكان هاي دراسات صارت عليها سنوات طويلة جدا، تكلف مبالغ هائلة جدا فتح قناة من هون من البحر المتوسط إلى هاي القناة لملء منخفض قنطارة بالماء. ويكون المشروع عبارة عن إسقاط الماء من مرتفعات عالية جدا لحتى يحلي المياه. فهنا بده يحلي المياه بدرجة كبيرة جدا، وما راح تكون مكلفة نهائيا. هذا اسمه عملية إسقاط الماء، فيفصل الملح عن الماء العادي. وممكن هاي المنطقة كلياتها الصحراوية، بالمنطقة هاي كلياتها اللي عم أدور عليها السهم، كلياتها هاي تتحول إلى مدن وربوع خضراء. مين بده يمول المشروع هذا؟ مين بده يمول المشروع هذا؟ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كل واحد منهم 132 مليار دولار. 132 مليار دولار، والباقي راح تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هون بيفكروا إيش يسووا؟ بيفكروا إنه المنطقة هاي ممكن يستعملوا تحت الأرض فيها نووي. شلون نووي؟ نعم، لشق أنفاق ويوصل للبحر، وتكون هي أسهل طريقة يعني. فهون بيحفروا، وبالمنطقة هاي يتم من هون لهون، على فكرة ما في 20 كيلومتر، ما في 20 كيلومتر. الخطة انه يحفروا هون الى ما يوصلوا هذا كله الاسود شايفينه هون، هذا منطقة منخفض صاير كأنه مثل البحر تماما. فهذا بده يمتلى تماما بالماء، هذا اللي شايفينه عم بأشر عليه بالسهم. وهنا الخط الأصفر، طبعا هذا الخط الأصفر هذا الحدود الليبية. طبعا هون الخطة تقسيم ليبيا، الخطة هون أيضا تقسيم ليبيا. طبعا شوفوا ليبيا ايش قد مساحتها واسعة جدا، وعدد سكانها 4 مليون بس. وهون في اكتظاظ سكاني هائل جدا في مصر. طبعا الخطة أيضا بعد تقسيم السودان أيضا هون تغيير الخريطة، يعني قسم بينعطى من الأراضي الليبية إلى مصر، وقسم من مصر من الجنوب يروح بيكون دولة لحالها. طبعا هون هاي المنطقة بنعرف نحن لمين. طبعا هاي القناة اللي تحدثت لكم عنها اسمها قناة بن غوريون، وتحدثت لكم عنها بشكل موسع
بالخريطة بالزمانات، بس مو بالجمالية هاي طبعا وقتها، عن قناة بن غوريون. هاي هي القناة اللي تطمح إسرائيل أنه تفتح تشق قناة من هون إلى غزة. تطمح إسرائيل تفتح قناة من هون من قناة بن غوريون إلى غزة أيضا، لحتى تغلق هاي القناة، قناة السويس. طبعا شو عملت مصر لحتى تسهل هذا الموضوع؟ في عندنا هنا جزيرتين، واحدة اسمها تيران والثانية اسمها صنافر. هاي هدول الجزيرتين كانوا لمصر، وباعتبار انه هاي الجزيرة وهاي لمصر وهنا شرم الشيخ المصرية، كانت مصر تستطيع أن تمنع عبور السفن من هون، لأنه تعتبر هاي مياه إقليمية لمصر. لكن لما مصر باعت هاي الجزيرة وهاي الجزيرة أيضا للمملكة العربية السعودية، طيران وصنافر هاي للمملكة العربية السعودية، أصبحت المياه هاي بالقناة مياه دولية، لا يحق لأحد إغلاقها ولا يحق لأحد المطالبة بعوائد جمركية على السفن اللي تدخل على القناة هاي اللي اسمها قناة بن غوريون. فتم تهيئة المشروع على هذا الموضوع. طبعا هون هاي الأراضي السعودية، شوفوا على طول قناة بن غوريون، على طول قناة بن غوريون إلى هذا الطرف من البحر الأحمر وانت ماشي، عم يبنوا مدينة اسمها مدينة نيوم. عم يبنوا مدينة اسمها مدينة نيوم، وعلى أساس هاي المدينة عم يمشي المشروع الثاني اللي هو تبع قناة بن غوريون. يعني مشروع غاز وميناء غزة وقناة بن غوريون ومشروع قنطارة اللي تحدثنا عنه هون، ونقل الغزاويين إلها، كل هذا مرتبط مع بعضه. مع إيش؟ مع إيش؟ جبر قطر على إنه تترك تركيا وتتوجه إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا من كم يوم تحدثت لكم بشكل واضح وصريح وقلت لكم إنه الضربة الإسرائيلية لقطر هي لإجبار قطر على اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، اللي كانت تهرب منها قطر وما ترضى توقعها وتدفع رشاوي هنا وتدفع هناك لحتى تخلص من الاتفاقية، لأنه الأتراك ما كان بدهم قطر توقع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. فالضربة الإسرائيلية هي كانت خطة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لضرب قطر، لجبر قطر توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. جاء وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكي عفوا إلى إسرائيل من قبل يومين ثلاثة، وبعدين توجه لوين؟ توجه لقطر، وفورا قطر قالت أنا مستعدة أوقع اتفاقية، أنا مستعدة أوقع اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هلا السؤال اللي يطرح نفسه، شو علاقة حرب أوكرانيا بكل اللي عم نحكيه هنا؟ ما دامت الحرب الأوكرانية مستمرة، يعني لا يوجد هناك خطوط غاز وطاقة من روسيا إلى أوروبا، يعني المشاريع اللي بدها إياها إسرائيل في الشرق الأوسط وكل خطوط الغاز، وأوروبا راح تكون عطشة تحتاج إلى الغاز. نعم الولايات المتحدة الأمريكية عم تعطيها الغاز حاليا، لكن غير كافي هذا الغاز، والغاز الأمريكي ما له كتير فترة وبده ينتهي هذا الموضوع كلياته. فلذلك عم بيعملوا هذا المشروع وعم بيطيلوا عمر الحرب الأوكرانية الروسية.
وما في اتفاق راح يحصل في الوقت الحالي أبدا. المسألة كلياتها أنه متى ستنتهي الحرب الأوكرانية الروسية، وهي أوكرانيا، متى ستنتهي الحرب الأوكرانية الروسية في المنطقة هاي كلياتها على الأربع أقاليم، وطبعا هاي جزيرة القرم، متى ستنتهي؟ لن تنتهي إلا بانتهاء المشاريع اللي موجودة هنا في الشرق الأوسط. لن تنتهي إلا بانتهاء المشاريع اللي هون في الشرق الأوسط. بمجرد انتهاء تلك المشاريع كلياته ماشي على خط واحد. طبعا هون اللي بيدفع الثمن مين؟ أوروبا، ما بيهم الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل. وبرجع بقول لكم اللي بيحكم الولايات المتحدة الأمريكية، اللي بيحكمها هو مين؟ اللي بيحكمها إسرائيل، اللي بتحكم الولايات المتحدة الأمريكية، مو العكس. طبعا هون الخريطة الظاهرة هاي خريطة جديدة ما نشرتها، يعني بدي أشرح عليها شوي. هي نفس الخطة اللي ترسم أيضا ومرتبط بالمشروع نفسه. في عندنا الخط الممتد إلى شرق الفرات من المنطقة الزرقاء اللي هو الإقليم السويداء، وفي عندكم الإقليم الأحمر اللي لازم توصل له شرق الفرات، وقطع الحدود التركية. تتذكروا لما حكيت لكم عن قطع الحدود التركية وقلت لكم بالمرحلة القادمة يجب أن تنسحب تركيا من هاي المنطقة كلياتها، لأنه هاي ضمن خطة نفوذ دولية في المستقبل القريب. وما راح أخلي الخريطة هاي كتير، أنا بعرف راح تناخذ هلا، لأنه في المرحلة القادمة بس حبيت أشوف ناس الخريطة اللي سألوني قبل ما أفتح اللايف على منصة التيك توك والفيسبوك، شو مصير فلان مكان وشو مصير فلان مكان. هلا عرفتوا شو مصير فلان مكان وشلون مصير فلان مكان؟ طيب خلونا نرجع لهون لحتى أشرح لكم. طبعا كل هاي الخرائط أنا كنت محضرها من زمان هاي، وهاي الخرائط اللي شرحت عليها قبل فترة كنت شارح عليها. للعلم إنه الخطة ليست إنه يصير حقول أو خطوط طاقة من شرق الفرات إلى إسرائيل، اللي بيفكر هيك بيكون غلطان. فقط تمعن بالخريطة هاي وبتعرف وين رايحة. يعني حتى خط أذربيجان الأزرق الفوق سام، والخط اللي قادم من إيران روجهلات، والخط القادم من كردستان لوين عم بيتجه؟ خريطة واضحة. بدنا نرجع على الخريطة الثانية. هاي بدي أشرح عليها بالمستقبل، ما رتبت الخرائط كلها بصراحة، مشان هيك بدنا نشتغل على الخريطة الثانية. ما رتبت الخرائط، بس بالأيام القادمة راح نبلش نحط الخرائط كل وحدة وموضوع لحالة. على كل، طبعا عندنا نحن هلا حاليا ماذا؟ تجهيز لإطلاق النفط الفنزويلي اللي هو مسكر من زمان. فشايفين احنا الولايات المتحدة الأمريكية توجهت بقوة نحو فنزويلا ومحاولة محاصرة فنزويلا. الآن فنزويلا تستطيع أنه تعطي العالم يوميا 40 مليون برميل. شو يعني هذا الرقم؟ هذا الرقم يعني بأنه أساسا جميع الدول العربية مجتمعة مع بعضها بتعطي 40 مليون برميل. العراق والسعودية والكويت وقطر وكل الدول العربية والجزائر ومين كمان، عمان، كل الدول ما بيوصل إنتاجها ل 40
مليون برميل يوميا. عندنا نحن فنزويلا بتنتج 40 برميل يوميا إذا تم استثمارها. طبعا هون الولايات المتحدة الأمريكية كانت عاملة حصار على فنزويلا وممنوع تصدير نفطها وعقوبات. ليش؟ لأنه مشان ما تأثر على أسعار البترول في العالم. فكانت يعني تعتمد على نفط العرب، كانت تعتمد على نفط العرب خلال السنوات الفائتة. شو معنى بالنسبة إلي أنا كصلاح الدين الكردي أفكر شو يعني إنه إذا فنزويلا حطت إيد الولايات المتحدة الأمريكية واستثمرت النفط، هل معقول الولايات المتحدة الأمريكية تريد أنه تكسر أسعار النفط بالعالم كلياته، يحصل فائض في العرض والطلب، وهنا كارثة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. معناته شو في خطة؟ هذا أستنتج فيه شيء واحد فقط، أنه فنزويلا هي قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن السهل جدا التحكم فيها، وبعيدة عن الصين وبعيدة عن إيران وبعيدة عن تركيا وبعيدة عن كل هالدول هاي. يعني إذا أخذت فنزويلا واستثمرت في البترول لازم توقف الخليج، لازم توقف بترول الخليج بشكل نهائي، وتصير دول الخليج محل فنزويلا. طبعا الحقوق الفكرية لكل ما أتحدث به هو ملك شخصي لي أنا، وهذا مثبت بالكلام بالكتابة باسمي أنا، وأنا المسؤول عنه وأتحدث عنه، وأتحدى أي إنسان بالعالم يتحدث بما أتحدث فيه أنا. صراحة بقول لكم، وهذا حقي الطبيعي. إغلاق هذا المضيق يعني إيقاف 40 مليون برميل من البترول اللي بيمد العالم. وطبعا هون إذا وقف هذا المضيق يعني شو صار بالصين والهند والدول هاي كلياتها؟ شو صار فيها؟ مضطرة تاخذ من الولايات المتحدة الأمريكية، أو نقول فنزويلا اللي هي صديقة للولايات المتحدة الأمريكية. بالحالة هاي من فنزويلا هنا إلى الصين راح تتحكم في سعر الولايات المتحدة الأمريكية. شايفين ايش قد الكرة الأرضية عم تدور لحتى توصل الصين؟ يعني الصين لن تحصل على الطاقة بأسعار رخيصة، وهذا يعني أنه ستكبل الاقتصاد الصيني والمنتجات الصينية بشكل كبير جدا، وراح تخلي طبعا هذا فيه له أمور كثيرة نتحدث فيها خلال الفترة القادمة، بأنه الصين وقتها كثير من الشركات تبعتها راح تغادر وراح تجي وتشتغل بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أمريكا دولة عملاقة أيضا كمساحة، وهي دولة عملاقة جدا كمساحة وكعمل وكذا، وحتى كسكان أيضا. فالولايات المتحدة الأمريكية تطمح بوقتها أنه كل الشركات والاقتصاد والهاي بيبني وترجع الشركات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لا ننسى أنه أمريكا مو بس هون، أمريكا عندنا هون قسم في ألاسكا اللي ما في حدود بينها وبين أمريكا إلا عن طريق كندا، وتطمح الولايات المتحدة الأمريكية أن تضم كندا إلها أيضا، وأيضا جزيرة غرينلاند. فهون المساحة راح تكون كبيرة بشكل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهون بوقتها تستطيع أن تنافس الصين وتستطيع أن تنافس الهند أيضا في المستقبل بالقوة البشرية، وهذا هو المهم. هلا هون احنا ما بنتحدث عن المنافسة كمساحة وكذا، لا، القوة البشرية أيضا هامة للغاية، وهي هي الهند هون. طبعا مع أنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن الظاهر أنه علاقتها مع الهند ليست علاقات كبيرة جدا،
يعني إنه في توجه هندي نحو روسيا للحصول أيضا على البترول، وهذا حقها. بس هذا لا يعني أنه عندها عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه شفنا ترامب صار يقول الهنود ذهبوا إلى روسيا وعملوا معاهم علاقات ونحن خسرنا الهند، لكن هذا الكلام هو ليس له أي أساس من الصحة. لا بالعكس، يعني طلب ترامب بكل وضوح من الهند أن تتوجه إلى روسيا، خذي أنت كمان بترول مثلك مثل الصين الآن لحتى تستطيعين تنافسين الصين. لأنه نحن شوف في 3 عوامل أساسية في المنتجات، 3 عوامل أساسية هاي. واحد منها الأيدي العاملة، وهذا هام للغاية، النقل والطاقة. هذول 3 عوامل بيلعبوا بأسعار أي منتج في العالم كلياته. يعني إذا النقل غالي المنتج يصير غالي، وإذا الأيدي العاملة والضرائب غالية معناته المنتج أيضا يصير غالي جدا. وإذا شو قلنا الأيدي العاملة والطاقة، قلنا إذا الطاقة كمان أسعارها غالية طبعا المعامل أيضا راح تضطر إلى رفع سعر منتجاتها. طبعا احنا نعرف الصين يعتمد على المواد الرخيصة، يعني المواد الرخيصة واللي منتشرة حول العالم كلياته. يعني إذا أنت رحت على أفريقيا بتلاقي المنتجات الصينية اللي هي بلاستيك وما بلاستيك وشغلات هاي مليان الدول كلياتها. إذا بتروح على شرق آسيا مليان، إذا بتروح على أمريكا اللاتينية مليان، كل الدول هدول الفقيرة. وهاي طبعا هون مين اللي بده ينافسها بالمستقبل؟ هي الهند. إذا الهند ما حصلت على أسعار شبيهة اللي بتحصل فيها الصين ما بتقدر تنافسها، ما بتقدر تنافسها. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية عفوا غضت الطرف عن الهند، مثلها مثل الصين أيضا، بأنه تروح تشتري النفط الروسي حاليا. لكن قالوا لهم الإيراني ما يصير. هلا شو اللي صار؟ الهند بتاخد نفط روسي، والصين بتاخد نفط وغاز إيراني، وهون المفارقة. هلا اللي بيقول لي انه روسيا عدوة الولايات المتحدة الامريكية، لا، روسيا ما عدوة الولايات المتحدة الامريكية. روسيا في بيناتهم تضارب مصالح بمحلات هم متفقين، وفي محلات اخرى في تنافس بيناتهم كبير جدا. هلا السؤال الذي يطرح نفسه، شلون بدهم يسكروا هذا مضيق هرمز؟ شلون الطريقة اللي بده يتسكر هذا المضيق؟ هذا رح احكي فيه عن المستقبل. بالمستقبل رح احكي فيه شلون بدهم يسكروا هذا المضيق، واسهل منه ما في. فاي واحد بالعالم مجرد بكل بساطة يعرف انه الامريكان رايحين على فنزويلا، يعني هون انه في انفجار راح يحصل باسعار البترول في العالم. طيب شلون بده يصير التوازن باسعار البترول في العالم؟ طيب السؤال الذي يطرح نفسه الان، لو الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على فنزويلا وتعطي بترول بقد اللي عم بيجي من الشرق الأوسط، أليس أسهل للولايات المتحدة الأمريكية وكل هالحروب وكل هاللي بيصير وسيطرة على المعابر والأمور؟ بس لازم تطفي هونيك الحنفية لفترة، وهذا اللي أنا كنت أتحدث عنه خلال الفترة اللي فاتت. هلا بدنا نرجع على الخريطة هاي وبدنا نتحدث فيها، ومثل ما قلت لكم هاي الأقاليم اللي ترسم لسوريا شئنا أو أبينا. هذا مو أنا اللي بدي إياها، هذا اللي بيشتغلوا عليه. هذا المكتوب الأخضر لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي مناطق اللي راح يصير مناطق الراديكالية أو السنية. طبعا هاي الخريطة إلها تتمة، هذا راح أكملها في المستقبل القريب لما بتصير البوادر لها علاقة في لبنان ولها علاقة في العراق أيضا. هلأ منطقة الحدود العراقية هاي بدهم يسكروها أكيد،
عشان تعرفوا. يعني الخريطة اللي أعطيتها بالبداية قبل سنوات على معبر داوود وتحدثت عنها والناس أخذتها بعدين ولونتها وعملت منها خرائط وعملت منها أشكال ألوان، هاي الخريطة قائمة، مو إنه مو قائمة، لكن بس دقيقة لا أسوي هاي، لكن مو بالتصور اللي بيتصوروه. لذلك أنا تحديت الناس كلياتها بوقتها وقلت أتحدى إذا حدا يستطيع أنه يكمل هاي الخريطة. العبرة مو أنك أنت تأخذ الخريطة وتنسبها لنفسك، لا، العبرة أنك إذا كنت تستطيع أنت تكمل المشروع اللي بيفكروا فيه هن الدول العظمى، مو اللي بيفكر فيه صلاح الدين الكردي. عشان تعرفوا أنا هنا إنسان لست صاحب قرار ولا لي علاقة بأي شيء. أنا كل اللي مهمتي هي أنه أجي وأفسر لكم شو اللي عم بيصير وليش الحرب الأوكرانية امتدت وإيش لها علاقة بسوريا وإيش لها علاقة بشرق الفرات وإيش لها علاقة بالساحل السوري وإيش لها علاقة مثلا بقطر، إيش لها علاقة مثلا باللي يحصل في الحدود الليبية الآن. وهذا كلياته بالمستقبل القريب رح نشوفه عشان نكون واضحين كلياتنا. فما حدا يجي ويتهمني والله شو هذا صهيوني. شو صهيوني؟ مو أنا صانع قرار، أنا ماني صانع قرار، أنا بجي بشرح لكم صناع القرار بإيش عم بيفكروا. هنا الفرق. طبعا الشعوب الشرق أوسطية، الشعب العربي وكثير من الشعوب ما بتفهم هاي المسألة، فبيقول لك ما دام واحد بيحكي بشيء، يعني مثلا أنا بحكي على إسرائيل كثير وإنه بده يصير هيك وهيك، بيفكروا كذا، بيفكروك بيقولوا لك هذا صهيوني. هذا صهيوني مو معناته أنه أنت إذا تحدثت عن شيء معناته أنت تأيده. وهاي الفكرة اللي ما قادرين العامة الناس إنه يفهموها، وهذا أمر أعتقد أنه أصبح واضح للجميع يعني. وخلال السنوات اللي فاتت ليس بالضرورة أي شيء أتحدث فيه معناته أنا اللي بدي إياه، لا، ما هو ضرورة اللي أنا اللي بدي إياه. وفي كتير شغلات عم بتصير وأنا بدي إياها كمان، مو معناها هاي، لكن تعزل العاطفة عن الدراسة. هون هو الموضوع الهام. يعني الأخوان بالخليج ما بيفهموا إنه أنا عم بحرض ضد الخليج، لا، ما أنا زلمة لا عندي لا حول ولا قوة، وبالعكس أحب كل دول الخليج، لكن أمامكم مستقبل قاتم جدا، مستقبل سيعودونكم إلى البغال والحمير والجمال والناقة مثل ما كان سابقا. نعم، هاي الخطة اللي راح تحصل باستثناء الإمارات العربية المتحدة، باستثناء الإمارات العربية المتحدة. أما الباقي كلياته راح ترجعوا للنوق. هذا اللي بيخططوا وبيفكروا فيه، لأنه هذا المضيق بده يغلق بعد فترة. هذا المضيق بده يغلق، هذا المضيق الموجود على الخريطة الآن وأنا عم بشر عليه، هذا سيغلق. وعندما يغلق خلاص ما عندكم إلا تصدروا بترول عن طريق إسرائيل، لأنه حتى البترول عن طريق اليمن ما راح بيسمحوا هون، لأنه هون أساسا إذا بده يروح ليش بيفكروا بقناة بن غوريون؟ سؤال. لحتى يقطعوا قناة السويس أيضا، فهون ما ضل حتى من هون إذا بدك تجي من اليمن بتصدر ما بيمشي الحال. شايفين أنتم الضرب على الموانئ اليمنية الآن، ما هو الهدف من ضرب الموانئ اليمنية؟ اللي بده يجي يقول لي والله عن طريق عم يجي سلاح من إيران، كذاب. إيران لا تستطيع أن تطلع سفينة واحدة من أراضيها بتجي على اليمن أبدا، كله مراقب ومستحيل، ولا يوجد هذا الشيء. فضرب الموانئ اليمنية كلياتها هي ضرب البنية التحتية مشان اليمن ما بتكون بيوم من الأيام تفكر أنه تصدر بترول. طيب أنا بدي أقول لكم شغلة ثانية. مين بيتذكر ضربة ميناء بيروت؟ شو الهدف منها؟ وليش دمروها التدمير الهائل اللي كان شبه قنبلة نووية أو أكثر اللي حصل؟ لحتى ميناء بيروت ما بيكون أيضا بديل للموانئ الإسرائيلية الموجودة على البحر المتوسط. فكانت الضربة لميناء بيروت هي مدروسة، وتم إنهاء
الميناء بشكل كامل. الموانئ السورية هي تحت السيطرة الروسية وحقيقة، فإسرائيل ما عندها خوف من هذا الموضوع. تبقى أهم ميناءين موجودين هو ميناء حيفا وميناء غزة. طبعا أنا حكيت لكم عن ميناء غزة وجيولوجية ميناء غزة وأهميته والعمق في الرصيف البحري أو الجرف الصخري كما يسموه هون. هون أغمق من المناطق هاي بكتير، فهون تستطيع أن تبني رصيف بحري أو ميناء على الشاطئ مباشرة. لكن في حيفا وفي الأعلى ما بتستطيع تعمل هذا، لازم أنت تمتد كم كيلومتر ضمن البحر وتبني رصيف. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية كانت تفكر أنه تعمل رصيف عائم، كانت تعمل رصيف عائم، لكن بعد ما اكتشفوا حقول الغاز هون وغزة وأنه البحر تبع عميق. شو مشهور البحر تبع غزة غير الغاز اللي موجود عليه وكشفوه؟ موجود فيها أكبر ثروة سمكية في العالم، ميناء غزة والبحر، لأنه مي عميقة جدا هنا، فلذلك السمك بيتواجد في المياه العميقة بشكل كبير، ما بيتواجد بالمناطق اللي يكون فيها العمق ما كبير. فلذلك هنا في ثروة سمكية هائلة جدا، هائلة جدا، بالإضافة إلى الغاز، بالإضافة إلى أنه الميناء هذا كلياته يستطيع أن يبنوه على الشاطئ من دون تكاليف كبيرة جدا. أما الموانئ الموجودة هون لازم يعملوا رصيف، والأرصفة هاي تكون بعيدة يمكن عدة كيلومترات أيضا لحتى يوصل لعمق البحر، لحتى السفن الكبيرة جدا والشحن تستطيع أن تحمل الحاويات الكبيرة. طبعا أنتم تعرفوا آلاف الحاويات بتتحمل على سفينة واحدة. اللي راح تجي من وين؟ اللي راح تجي من الهند، من هون، بتجي من هون وبتدخل وبتجي بالقطارات السريعة مباشرة إلى إسرائيل وتتفضى على الحاويات من ميناء غزة وبتروح لوين؟ بتروح على أوروبا ومن ثم إلى أمريكا. فاختصرت أوروبا في 6 أيام، واختصرت أمريكا بما يقارب 15-16 يوم، في حين أنه الحاويات بتيجي من هون بتاخد شهرين. الحاويات إذا بتيجي من هون وبتمر من هذا الممر وتجي وتلف، إذا دخلت قناة السويس اختصرت المسافة. لكن إذا في مشاكل هون ولفت حول إفريقيا كلياتها، شايفين الخريطة؟ لفت حول إفريقيا كلها، وبعدين بتجي بتروح لوين؟ بتلف هون بتجي لأوروبا، وهون بتروح لأمريكا. شايفين اللفة شقد؟ وهذا بيسموه طريق رأس الرجاء الصالح اللي اكتشفوه كوبرنيكوس. هذا اللي اسمه، لأنه المنطقة هاي كان اسمها طريق رأس الرجاء اللي اكتشفوه. فمن الهند بعد ما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح كانت تجي من الهند السفن وبتروح وبتلف افريقيا كلياتها قبالة الشواطئ الافريقية، وبتروح وبتطلع الى اسبانيا ومنها الى فرنسا وهكذا الى اوروبا كلياتها. وكان موجود الطريق البري لطريق الحرير اللي كان من الهند، وهذا سبب حفاظهم على الدولة العثمانية كان هو هذا الطريق قبل الحرب الباردة. يعني في ناس كتير بيقولوا لك ليش فرنسا وبريطانيا وهولندا، طبعا لأنه كانت مالكة الشركات كلياتها هولندا شركات التوابل، ليش كانت تدافع عن الدولة العثمانية؟ لدرجة أنه محمد علي جاء من مصر من هون وغزا بلاد الشام كلياتها ووصل لهون ولحدود أنقرة، وكان راح ينهي الدولة العثمانية بعد ما أخذ الحجاز طبعا هنا كمان. لكن فرنسا وبريطانيا رجعت محمد علي وأطمعه حتى من سوريا وطلعته ورجعته على مصر وأعطته
قالوا له روح توجه من ناحية السودان، روح توجه ناحية السودان اللي شايفين انتم الآن أنا عم أشر عليها بالسهم، وممنوع انك تقطع هذا الطريق لأنه كانت الدولة العثمانية هنا لا تأخذ ضرائب من طريق الحرير القادم من الهند، وخصوصا طريق القوافل العطور والبهارات اللي كان يجي طريق البري اللي ما كان ياخذ وقت طويل كتير، أما عن طريق البحر كان خطورة وياخذ، خصوصا السفن بهذاك الوقت ما كانت هذيك السفن القوية، والعواصف كانت شديدة جدا في هاي المنطقة، فكانت كثير من سفنهم تغرق، فحافظوا على الدولة العثمانية ما يقارب أكثر من 200 عام. هذا السبب اللي حافظوا فيه على الدولة العثمانية. طبعا بعدين صارت الحرب العالمية الأولى وقرروا ينهوا الدولة العثمانية، فنهوا الدولة العثمانية وأنشأوا تركيا أيضا بنفس مصالح تقريبا مشابهة إلى، لكن في مواجهة الاتحاد السوفيتي. طبعا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أعتقد أن التجربة اليوم كانت ناجحة، ونستطيع خلال الأيام القادمة نشرح أكثر عن الخرائط وحتى الفيديوهات ممكن نعرضها في الأيام القليلة القادمة. بنكون وصلنا إلى نهاية الحلقة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وننتقل مرة تانية على التيك توك. أتمنى من كل الأخوة ترجع مرة تانية، وكل ما بدنا نشرح على الخرائط وهاي بدنا نفوت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وبس تنتهي الحلقة بنرجع مرة تانية على التيك توك، لأني ما بدي أعرض خرائط على التيك توك في الوقت الحالي لأنه يحتاج كاميرات أكثر وكذا، وهلأ لفترة تانية إن شاء الله راح نكون على المنصات التانية. كل الحب والاحترام لكل الأخوة اللي كانوا موجودين معانا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وخصوصا أهلنا الموجودين في سوريا والساحل. كل الحب والاحترام لكم جميعا. أتمنى لكم ليلة سعيدة، وإن شاء الله نكون في حلقات قادمة بشرح أوسع عن طريق الخرائط في المستقبل القريب شو بده يحصل، وشوي شوي عم نحاول إنه يعني نقدم الأفضل. شكرا لكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة وإلى حلقة قادمة. هيك بنكون نهينا الحلقة.